السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم آية رشاد. وصفتنا النهاردة عبارة عن رولات اللازانيا. هنعملها مع بعض بطريقة بسيطة خالص، بحشوة اقتصادية جدا. مش هتحتاج مننا غير صدر فرخة وشوية خضار بساط. طبعا في ظل غلاء الأسعار اللي احنا فيه، وطبعا الفراخ غالية جدا، فبنحاول نقتصد على قد ما نقدر. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة، جوسي جدا وطعمها حلو جدا وسهلة جدا، مش تاخد مننا اي وقت خالص. متنسوش بقى لايك وشير للفيديو واشتراك في القناة، ويلا نشتغل. عندنا هنا طاسة على النار، هنحط فيها حوالي معلقتين من الزيت، وعليهم كمان معلقة من الزبدة، وهنسخنهم مع بعض كده. وبعدين هننزل ببصلاية كبيرة متقطعة صغير، وهنشوحها يدوبك بس تدبل وتاخد لون خفيف كده ذهبي بسيط. بعد كده هننزل عليهم بصدر فرخة متقطع قطع صغيرة، ممكن تفرميه عادي، ده يرجعلك. انا حبيت اقطعه قطع كده اسهل يعني. وهنشوحهم مع بعض، وهنحط بقى معلقة صغيرة من الفلفل، ومعلقة صغيرة من السبع بهارات، ونص معلقة صغيرة من البابريكا، وهنقلبهم مع بعض يتشوحوا بس شوية كده. بعدين هننزل بحوالي كوباية من البسلة والجزر، ده بسلة انا مفرطاها ومخرطة عليها جزر كنت مفرزاها. وهنشوحهم مع بعض ونقلبهم، وهنضيف الملح بتاعنا، طبعا ملح على حسب الرغبة. وهنغطي عليهم شوية صغيرين كده على ما نقطع بقية الخضار، بس يكونوا ايه، ياخدوا شوية سوا من بعض كده. بعد حوالي 5 دقايق هننزل عليهم بطماطماية وفلفلاية رومي صغيرة كده، وهنقلبهم مع بعض، وهنغطيهم شوية يستووا برضو. وبس كده، الحشوة بتاعتنا بسيطة خالص وبقت جاهزة معانا. تعالوا هنا بقى نعمل صوص البشاميل بتاعنا. عندي هنا 5 معالق من الزيت وعليهم معلقة من الزبدة، ونسيحهم مع بعض. طبعا الحلة دي انا كنت سلقة فيها اللازانيا. اللازانيا انا سلقتها في حلة فيها مية وزيت. كنت بحط حوالي 5 6 شرايح من اللازانيا يتسلقوا حوالي 5 دقايق او 6 دقايق لحد ما تطرى معايا. وكنت باخدها اطلعها، وبدهن بين كل واحدة وواحدة شوية زيت بالفرشة كده علشان ما يلزقوش في بعض. هنا طبعا خلاص الزبدة ساحت اهو. هننزل بقى ب6 معالق من الدقيق. طبعا كمية الدقيق بتكون على قد كمية المادة الدهنية اللي انت حطاها. لو حابة تقللي الدقيق شوية عن المادة الدهنية معلقة ولا حاجة ماشي، بس هو المظبوط ان ده يبقى قد ده. هنحط 6 معالق من الدقيق، وهنقلبهم بقى ونبتدي نطبخ الدقيق ده لحد ما نشم ريحته كده ويبدأ يستوي، علشان ما يبقاش طعم الدقيق باين في البشاميل. طبعا لو حضرتك حابة او خايفة ان البشاميل يكلكع معاكي، فانتي اطبخي الدقيق، واول ما يستوي طفي عليه النار، وسيبيه لما يبرد خالص خالص، واغلي اللبن بتاعك، وانزلي عليه باللبن على الدقيق وقلبيه. ودي طريقة مضمونة، هي مش طريقتي يعني الخاصة، انا شفتها قبل كده على النت. دي كويسة. لكن انا بعمل الطريقة العادية، بسوي الدقيق وبعد كده بنزل عليه باللبن بارد، وببدأ اقلب. آه، بيطلع معايا مظبوط على طول، مبقاش فيه اي كلكعة ولا اي حاجة. زي ما حضراتكم شايفين اهو. انا كان معايا نص لتر من الحليب اهو اللبن، وعليه نص لتر من المية بتاعة سلق اللازانيا. حطيتها وقلبت ولقيته لسه محتاج، فكملت بقية مية اللازانيا اللي انا كنت شايلاها. هفضل اقلب لحد ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه. القوام اللي انا عايزاه تقيل،
يكون تقيل، لان انا اصلا مسويه اللازانيا فمش عايزاه يكون خفيف. طبعا والقوام اللي يريح حضرتك زي ما انت شايف، زي ما انت عامله يعني، سواء مسويه اللازانيا او هتعمليها مثلا زي ما هي وتحطيها فوق بعضها طبقات. فلو هتعمليها طبقات بتكون الصوص بتاعها خفيف، زي اقرب للسايل شويه، علشان خاطر اللازانيا تستوي معاكي في الفرن. هنقلب بقى صوص البشاميل لحد ما المية والبشاميل يتجانسوا مع بعض ويبقوا خليط متماسك شوية، تخين شوية كده. وبعد كده بقى ايه، هنحط التوابل بتاعتنا زي ما انتم شايفين بالقوام اللي انتم شايفينه ده. ده كده ممتاز قوي بالنسبة لي. هحط بقى ملح على حسب الرغبة، برضو انا هحط هنا معلقة صغيرة ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وبشرة من جوز الطيب. جوز الطيب بتدي طعم حلو قوي للبشاميل. لو عندك جوز الطيب مطحونة برضو ممكن تحطي منها عادي، مفيش مشكلة، لكن انا بحب اجيبها حبوب عشان بتفضل محتفظة بالريحة والطعم بتاعها. وهنقلب بقى التوابل بتاعتنا في البشاميل وبس كده خلصنا. يلا نجهز بقى الصينية بتاعتنا. اللازانيا بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده انا سلقاها ودهنه بين كل واحده والتانية شويه من الزيت علشان ما يلزقوش في بعض وتبقى سهله معايا، يعني اقدر اسلكهم من بعض بسهوله. ممكن كمان تحطي ورق زبده بين كل واحده والتانية وتدهني برضو شويه زيت. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا وهنحط فيها شويه من البشاميل في القاع كده ونفردهم. طبعا حضرتك ممكن تحطي تستخدمي بدل اللازانيا طبعا مكرونة عادي، مفيش مشكلة. والحشوة دي برضو ماشية، وانا بستخدمها في المكرونة بالبشاميل وفي اللازانيا، وكمان بستخدمها في الطواجن عادي خالص، بتبقى جميلة وطعمها حلو جدا وتحفة جدا. هناخد بقى ايه شريحة من اللازانيا ونحط فيها الحشوة ونبدأ نلفها كأننا بنلف كده ورق عنب او محشي كرنب، بالطريقة دي يعني زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. بس كده. ولو الحشوة طالعة من الجناب ممكن تزقيها زي ما انت شايفة كده وتدخليها جوه الايه الصباع اللي احنا عملناه. انا هنا كملت الكمية. هعمل معاكم كمان واحدة اخيرة. مش عارفة وانا بلف الصباع ده حاسة ان انا بلف ورقة بفرة، مش عارفة ليه. زي ما انتم شايفين كان في حبوب من البسلة بتطلع يمين وشمال كده، فانا كنت بزقها تاني. بس كده هتكملي الصينية بتاعتك لحد ما تكمل للاخر او على حسب الكمية اللي انت عاملاها. ودي كان شكل الصينية بعد ما كملتها. هحط بقى عليها صوص البشاميل وهفرده وهوزعه عليها. لو هتسلقي اللازانيا خلي صوص البشاميل يكون تقيل، عشان لو خفيف هيهريها معاكي وهيخليها زي العجينة ومش هيبقى ليها طعم وطعمها يبقى وحش جدا بصراحة. انا كمان مش بحب استخدم جبنة موتزاريلا في المكرونات عموما او في البشاميل. اللي حابب يحط واللي مش حابب خلاص. ده كان شكل الصينية بتاعتي بعد ما وزعنا عليها البشاميل. هدخلها بقى الفرن، الرف الاوسط، فرن ساخن مسبقا، لحد طبعا ما تغلي وتاخد وش معانا وتبقى معانا بالشكل الجميل اللي انتم شايفينه ده. جوسي جدا وحلوة جدا وريحتها تحفة.
طبعا غنية عن التعريف، يعني مش محتاجة ان انا اقعد اشرح، هي بتتكلم عن نفسها. الصينية دي ممكن تنفع معاكي لو عندك عزومة او حاجة، وحابة مثلا تعمليها باللحمة المفرومة او بنفس الحشو عادي، مفيش مشكلة. حلوة جدا، وبتكفي صينية عائلية، بتكفي أفراد كتير، حوالي 6 أفراد. أنا مستخدمة هنا لازانيا الملكة العادية، كانت حلوة معايا جدا، أنا جايباها ب16 جنيه. شايفين؟ تحفة جدا، جربوها وإن شاء الله هتعجبكم. أنا على فكرة بس أنا ما راحت مني في المونتاج يعني. حطيت على الوش، سبت شوية بشاميل واخدت صفار بيضة وقلبتهم مع البشاميل وحطيته على الوش، علشان يبقى ليه يدي طعم حلو ولون حلو. ده انا بستخدمه بدل الجبنة الموتزاريلا على الوش. شايفين؟ تحفة جدا وجميلة جدا، واكلة اقتصادية ما كلفتنيش كتير. كل اللي كلفتهوني صدر فرخة وتمن اللازانيا ونص لتر من اللبن. وبالهنا والشفا على قلوبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناة، وتقولوا لي رأيكم تحت في الكومنتات. وما تنسوش اللايك يا جماعة، واتمنى اكون افدتكم وتكون الوصفة عجبتكم. مع الف سلامة.